الشرف تحديدا، حيث استقبال الوفود الرسمية المتمثلة برؤساء الدول المشاركة في القمة العربية التي ستعقد يوم غد في بغداد. إذن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مطار بغداد الدولي، ويصل إلى أرض العراق للمشاركة في القمة العربية في مراسم استقبال رسمية. إذن التوجه الآن إلى صالة الشرف الكبرى، ومن ثم التوجه إلى القصر الحكومي حيث مقر الإقامة لجميع الوفود العربية المشاركة في هذه القمة. إذن هو الوفد الرئاسي الفلسطيني من أرض مطار بغداد الدولي، والتي وصلت الآن إلى بغداد. ومن مطار بغداد الدولي تتابعون هذه الصور المباشرة لوصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في القمة 34 والتي ستعقد يوم غد في بغداد. إذن صالة الشرف الكبرى تستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. إذن هذه الصور المباشرة لدخول الوفد لصالة الشرف الكبرى واستقبال رئيس الوفد الفلسطيني محمود عباس المشاركة في القمة العربية التي ستعقد يوم غد في بغداد. إذن هذا الوفد الذي وصل إلى بغداد للمشاركة في القمة القضية الفلسطينية. ملفات هذه القمة ومبادرات من الحكومة العراقية بشأن القضية الفلسطينية. العراق كان ولا يزال من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، والذي يعترف بفلسطين كدولة لها الحق في السيادة. إذن هذه الصور المباشرة التي تصلنا من صالة الشرف الكبرى واستقبال رئيس فلسطين السيد محمود عباس، ويجلس أيضا بجنبه وزير الخارجية فؤاد حسين ضمن مشاهد الاستقبال الآن. بغداد في القمة العربية عقد في بغداد يوم غد بيدها 34.